السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. النهاردة بقى يا حبايب قلبي فيديو جميل كده معانا، خليكم معايا اتفرجوا بقى للآخر. أنا رحت عملت ايه في الشقة، خليكم معايا اوعوا تروحوا في أي حتة. بجد بحبكم في الله، شكرا على تعليقاتكم الحلوة، وأي حد مشترك جديد في قناتي شكرا لوجوده في قناتي المتواضعة. شكرا قوي 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 ليكم على تفاعلكم معايا. هي صحيح المشاهدات مش كتير، بس الحمد لله. بكرة ان شاء الله نكبر بيكم بإذن الله. وبالله عليكم لايك، اهم حاجة لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وعشان نكبر بيكم. اللايك اهم حاجة. خليكم معايا بقى عشان عامله لكم فيديو كده جميل كده، خليكم معايا بقى للاخر. بص انا روحت بقى قلت بقى كده ايه، اشيل بقى السجاد واكنس بقى تحتيه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. نظافة حلوة بقى كده، قومي تشجعي بقى وكده واعملي في بيتك بجد. الواحد يعني آه يعني قبل ما اعمل القناة كنت بشوف كده القنوات فبقوم بتشجع بقى. بس كده كنست كده دلوقتي وخليتها زي الفل زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. ما صدقت بقى ان عمر نايم وقلت اخلص الدنيا. ببص وانا بسيق بعد ما كنست لقيت اختي الكبيره جايه. هي بتيجي يعني وبتجيب لي حاجات كده معاها، كانت جايبه لي طماطم وجايبه لي رز وحاجات معاها وبرتقان وكده. فقعدت بقى قلت لها بقى انا بصور، فقالت لي عادي. فايه قلت بقى اسيق بقى معاكم كده على السريع. بصوا الارض بقت فله شمعة منوره زي ما بيقولوا. الله الله عليك يا تفاح. تقعدي كده والدنيا نضيفة حواليكي بتحسي يعني ايه بشوية راحة. ما بعرفش ابدا اقعد وفي تراب هنا او حاجة عايزة اعملها، ما بعرفش والله. بصوا هنا بقى يا حبايبي جبت نص كيلو لحمة بلدي زي ما انتوا شايفين كده. وقلت بقى اشوحها بقى على البوتاجاز، وحطيت بقى شوية فلفل كده وبهارات بقى معاه، بهارات اللحمة. بصوا وبصلاية بقى زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، وبشوحها بقى معاكم. قلت اقلب بقى فيها كده. صلوا على النبي كده يا حبايبي، صلوا على النبي، وما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم وتعليقاتكم الجميلة اللي انا بحبها. بصوا دلوقتي بقى هننزل بقى بالمية بعد ما اتشوحت معانا وادت لون كده. نزلنا بقى بالمية بتاعتنا وهنغطي عليها تغلي بقى مع نفسها بقى كده وايه، ولحد ما تستوي خالص نحط لها بقى في الاخر خالص ملح. الخطوة بقى التانية معانا زي ما انتوا شايفين كده. جبت بقى كل رز كده وقلت بقى ايه، غسلته غسلة حلوة زي الفل. وقلت بقى عايره كده في البريمة بقى والحلة بقى الصغيرة دي، لقيت الدست بتاعها جميل زي المرة اللي فاتت زي ما وريتكم قبل كده. فقلت بقى لسه النهاردة. فعمر قال لي يا ماما انا عايز لحمة في البريم وكده، فقلت له مفيش مشكلة. خليكم بقى معايا شوفوني بقى عملت بقى ايه الاكل النهاردة ازاي وهيطلع ازاي. اوعوا تروحوا في اي حتة حبايبي، بجد بحبكم في الله. ربنا يسعد قلوبكم يا رب زي ما بتسعدوا قلبي وبتفرحوا قلبي بتعليقاتكم وبوجودكم في قناتي. واللي عنده شير بالله عليكم يشير لي الفيديو. ربنا معايا ومعاكم يا رب. بصوا بقى كده انا كنت طبعا بسلق اللحمة. قلت بقى ايه اسلقها نص سليق كده عشان برضو تستوي تبقى حلوة معايا، يعني ما تشدش قوي في المبرمة وكده. وبجيب بقى حتة هنا وحتة هنا وحتة هنا. طلعت كبيرة قوي قلت احطها بقى في الحلة. نص كيلو لحمة بس بجد كان طعمه جميل جدا يعني وعجب عمر والله يعني. قلتلكوا قبل كده اما بتعجبوا الحاجة بفرح قوي يعني. بصوا بقى كده بظبط بحاول اغطيها كده.
حاولي كده تحطيها ايه والرز يبقى فوقيها. الخطوة بقى التانية ان شاء الله معانا هنعمل بقى نحط بقى اللبن عليهم. ظبطي كده يا تفاحة، الله ينور عليكي. حط بقى اللبن بقى كده، كنت جايبة نص كيلو لبن، معانا كده كيلو رز وحطيت عليه نص لبن صراحة، ما مزودتش اكتر يعني. هنزوده بقى مية العيار بقى ايه طبعا. بتبقي سايبة مكان كده في الحلة او في البرام، فبتمليه بقى مية عشان ايه يبقى الرز مستوي معاكي وحلو. وهنحط بقى شوية فلفل معانا على كل طاجن، ملح وفلفل. الرز الدس اللي فيه لحمة طبعا بحط شوية فلفل فيه عشان يبقى ايه هو بيبقى ليه طعم كده بالفلفل يعني. والله العظيم كان جميل جدا، هتشوفوه دلوقتي كان طالع تحفة يعني، ما شاء الله. بعد ما حطيته بقى في الفرن، بصوا في الفرن قبل ما يطلع طبعا من الفرن، بصوا اهوت كنت معليه النار من فوق ومن تحت، واما ادى وش رحت مطفيه من فوق ومن تحت بقى. وطيت اول بقى ايه ما حسيت ان اللبن اتشرب، وطيت شويه وقلت اديله شويه، وبعدين بطلعه دلوقتي بحط بقى السمنه. ما لقيتش بقى عندي سمنه، اتفاجئت ان السمنه خلصت ومخدتش بالي صراحه. بص فتحت حتى السمنه ما لقيتش فيها، فقلت الزيت. على فكره انا يا جماعه انا بحب الاكل بالزيت قوي يعني، ما بحبش الاكل بصراحه بسمنه، بس الدس كنت بحط عليه شويه معلقه سمنه كل واحد وزيت. بس مش مشكله يعني زيت او سمنه، المهم ايه حاجه اقدام كده بتديه طعم. لما بتروحي لدكتور الجيم يقولك ما تحطيش على الاكل سمنه. السمنه بتدهن في بطنك، يعني لو عملت رجيم ولا اي حركه ما بتنزلش. لكن الزيت بيجي مع الرجيم. بصوا اللحمه اتسلقت اهي بقت زي الفل زي ما بوريكم، والدست بتاعنا زي جميل جدا اهوت. اوريكم اللحمه واطلع لكم اللحمه بجد تحفه، كانت مستويه وعجبت عمر قوي بجد. فرحت يعني ان هي عجبته. والرز مفرفر والله العظيم وتحفه، ما اقولكمش على طعمه وجماله، حلوه قوي قوي قوي. لايك بقى واشتراك يا حبايبي بالله عليكم، وشيروا لي الفيديو، واللي عنده منتدى يحط لي الفيديو الجميل ده على المنتدى. خليكم معايا دايما كده، عايز افتحوا نفسي كده بالمشاهدات الحلوة يا رب ان شاء الله.